مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال. وصفتنا النهاردة هي وصفة الكرانكل كوكيز. انا عارفة ان احنا عملناها قبل كده على القناة، ولكن كانت وصفة شوية طويلة ومكوناتها كتير. لكن هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا. اتحداكي انك لما تخلصي الفيديو هتقومي تعمليها على طول، لان مكوناتها انا متأكدة ان هي موجودة عندك في البيت. بصوا الكوكيز بتاعنا شكله عامل ازاي من جوه. بيطلع فudgy وجميل جدا جدا، كأننا بناكل قطعة براونيز. بجد وصفة تستاهل انك انت تجربيها، وانا عارفة انك اول ما تجربيها اولادك هيدمنوها ومش هيبطلوا يطلبوها منك. انا شخصيا اولادي بيحبوها جدا جدا، وبعملها تقريبا في الاسبوع مرتين او ثلاثة، لان فعلا فعلا تستاهل انك انت تجربيها. هقولك كمان على السر اللي يخلي التشقيقة أو التشققات اللي على الوش ديت واضحة بالشكل ده واحنا بنعمل الكوكيز. تعالوا معايا نشوف طريقة الكوكيز ازاي، وازاي هنطلع الكوكيز الجميل بالشكل ده. بس قبل ما نروح لطريقتنا ومكوناتنا، متنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما كل جديد احنا بننزله أول بأول. يلا بينا نشوف طريقة. بالنسبة لمكوناتنا سهلة جدا وموجودة عندنا في كل بيت. عندي كوباية دقيق. كوباية الدقيق لازم تكون منخولة، وعندي 3/4 كوباية سكر، ويفضل إنه يكون سكر بودرة مطحون. وعندي كمان ربع كوباية زيت، أي نوع زيت نباتي بس بلاش زيت زيتون. عندي نص كوباية كاكاو خام اللي هو الكاكاو المر. عندي عدد 2 بيض، وكمان عندي معلقة بيكنج باودر صغيرة ونص معلقة فانيليا صغيرة. الطريقة سهلة جدا، وهي إن أنا هاخد السكر البودرة، هحط عليه ربع كوباية الزيت، وهبدأ أخلطهم وأضرب فيهم لحد ما أوصل لخليط شوية كريمي ناعم شوية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنبدأ نضيف مع بعض باقي المكونات. هحط البيض، دي أول بيضة، وهحط كمان تاني بيضة. طبعا مادام حطينا بيض لازم نحط الفانيليا، وهبدأ أخلط فيهم لحد ما أحصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده خلاص هشيل الويسك، أنا مش محتاجاه دلوقتي. هنبدأ ننخل تاني المكونات الجافة اللي هي كوباية دقيق، ومعاها نص كوباية كاكاو خام، كاكاو مر غير محلى، ومعاها كمان معلقة البيكنج باودر الصغيرة. ودي خطوة مهمة جدا، لازم اني انخل الدقيق والمواد الجافة بتاعتي علشان يطلع الكوكيز عندي هش ومش مكتوم من جوه، ويبقى قوامه فادجي كده وحلو معايا. هبدأ أخلط كل المكونات معايا، مكونات الجافة مع المكونات السايلة، لحد ما أحصل على قوام يكون قوام لزج مش قوام ناشف. وبما إنه هيبقى قوامه لزج شوية، شايفين القوام اللي احنا وصلنا له؟ هو ده القوام اللي أنا عايزاه علشان يشقق الكوكيز معايا. فطبعا أنا مش هعرف أشكله وهو لين كده، فلازم إني أنا هغطيه بلاستيك راب، وهسيبه في التلاجة من 3 ل4 ساعات، وممكن تسيبيه لتاني يوم علشان يتماسك تماما ويبقى سهل التشكيل عندك. وبعد ما احطه في التلاجة هطلعه بعد 3 أو 4 ساعات، وده بيبقى شكله. شايفين القوام اختلف تماما، والعجينة بقت مش بتلزق، شايفين متماسكة ازاي. هبدأ أشكلها دلوقتي، وعشان التشكيل هحتاج سكر بودرة. طبعا الكمية مش محددة، علشان هحط فيه السكر البودرة قبل ما احطه في الصينية. طبعا عشان الشكل يطلع معايا مقاس واحد هستعمل الايس كريم سكوبر. دي هتديني حجم شوية كبير. لو عايزة الحجم يبقى أصغر من الحجم ده تقدري تستعملي معلقة صغيرة، هتبقى كويسة جدا وحجمها صغير. بعدين بحط فيه السكر البودرة بالشكل ده، وببدأ أعمل كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة.
باخد من الخليط وأعملها كورة وأرجع أحطها في السكر البودرة، بكرر نفس العملية لحد ما أخلص كل الكمية اللي عندي. وبعد ما أكون خلصت كل الكمية طبعا بيكون اللي أنا عملته في الأول السكر ابتدى يروح من عليه، فبعد ما بخلص كل الكمية برجع تاني إني أشكله بالسكر البودرة تاني، وده السر اللي هيخلي التشققات عندي في الكرينكل كوكيز باينة وواضحة جدا معايا. فبرجع إني أحطه تاني في السكر البودرة وارجع أحطه تاني في الصينية قبل ما أدخله على الفرن. وطبعا بحطه في الفرن يكون فرن سخن على درجة حرارة 180. بشغل الفرن من فوق ومن تحت، ويفضل لو عندك مروحة هتطلع نتيجة حلوة جدا. بياخد معايا بالظبط 12 دقيقة مش أكتر، لو زودتي عليه في السوا بيطلع ناشف معايا. وأول ما بيطلع في الصينية بسيبه، وبعدين أول ما بيهدى برجع أبدأ أشيله من الصينية علشان ميتكسرش مني. وده بيبقى شكله، شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد بجد نفسي تجربوه وتقولولي رأيكم ايه، ان فعلا وصفة تستاهل ان انتوا تجربوها، هتعجب اولادكم جدا. انا شخصيا اولادي بيحبوا الوصفة دي جدا جدا وتقريبا بعملها على طول. اتمنى ان انتوا تجربوها. اشكركم لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. باي باي واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.